ذكرت الصوت يا استاذ صلاح، الصوت لان شكري صوته جاهز في حته كده. لا عايز اقول هنا الصوت مهم قوي في ادوار الشر، بيبقى فعلا مهم بالذات في ادوار الشر، لانه ممكن تدي صوت يعني يساعد في انك تكره الشخصيه اللي بتمثل كمان، تنفرني منها. انما لما هتديه صوت حلو هناخده بقى على انه يخرج عن الشرير الى الشر نفسه بقى، يبقى رمز للشر، يبقى النميمه، يبقى الستاره، يبقى الشيطان اللي هو ما تقدرش تمسكه. الخروج من الشرير التقليدي المادي الى شيء تاني، الى الجوهر، الى ان البني ادم اللي قدامك ده مش انسان. وياجو قالها في شكسبير لعطيل، قال له I am bleeding sir but I will die. انا ادمي ولكنني لن اموت. لان ياجو اكتشف في عملة عطيل هيعيش في بيوت تانية يعمل فيها نفس العمل، مش هيموت ابدا، ده رمز للنميمة، والنميمة لا تموت. فدي عايزه بقى الصوت صوت معين، مواصفات معينة، الستان المخمل ده الستان. هل الوجه المنمنم الوسيم قادر على اداء ادوار الشر؟ يبقى اقرب لتوصيلها لو عنده الحرفه، لو عنده حرفيه الاداء المظبوط. محمود ياسين يملك هذا؟ يبقى كويس جدا. محمود مرسي ايضا كويس جدا. استاذ صلاح منصور، يعني انا مش عارف، عايز اقول لك انه لما بشوفك بتمثل شخصيه شريره على الشاشه بتنفرني من الشخصيه اللي انت بتعيشها، وبحس بكراهيه عميقه لهذه الشخصيه، وبالتالي بحس انك فنان معاني وصادق وعظيم. تسمح تقول لي في بدء هذا الحوار كيف تعيش هذه الشخصية الكريهة وأنت من الداخل؟ هل تتعاطف معها؟ هل تشفق عليها؟ ولا أنت أيضا نافر منها وبتعكس لي هذا النفور؟ الحقيقة يا أستاذ مفيد، أنت أثرت موضوع لطيف جدا وعزيز علي يعني الحقيقة. أنا بعتبر كل دور سواء على المسرح أو في السينما أو في الإذاعة كائن حي مستنطق من الورق، ويخلق من خلال تجسيد الشخصية دي من القراءة والفهم، وثم رسم صورة لأبعاد وسلوك الشخصية دي